السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اللي يحبوا الوصفات السهله الاقتصاديه البنينه اللي تشهي وتقطع كميه كبيره، ما عليها غير تشوف الفيديو من الاول للاخير باش تنجح في وصفه اليوم. وصفه اليوم اصابع الكابخيس اللي بزاف بزاف هايله، بنينه بنه، على بالي كامل راح تشكروني عليها. باش تنجحوا فيها شوفوا معايا لا فيديو للاخير. راح تلقاو المكونات مكتوبين في صندوق الوصف باش تخدموا 60 حبه كامله، ولا تقدروا توصلوا حتى ل 62 حبه. ما تبخلوش عليا بلايك لا فيديو ورايكم في لي كومونتير، وبلا ما نطول عليكم نفوتوا نشوفوا كيف المقادير وطريقه التحضير. وصفتنا نهار اليوم راح نحطوا حوالي 125 غرام تاع زبده ولا مارغرين تكون طريه، حوالي 2 مغارف تاع ماكله معمرين مليح. الزبده تاعكم لازم تكون طريه مليح مليح. نزيدوا معاها حوالي نص كاس تاع سكر غلاس، ولا تقدروا تنقصوا منه شويه للناس اللي ما تحبش الحلاوه بزاف. انا هاد الحلوه جاتني معتادله في الحلاوه. حطيت رشه مليحه تاع ملح، وهنا راني نخلط فيها شويه بالمغرف باش كي نبدا بالباتور ما يطيرش عليا هذاك سكر غلاس. كيف بعد ما خلطها مليح راح نبدا نخلط مليح هنا بالباتور، ولا تقدروا تكملوا تخلطوا بالفوي ولا باش تسرعوا العمليه بالباتور كما راكم تشوفوا. المهم تبقاو تخلطوا فيها حتى تولي لكم اون كريم. وصفه بزاف هايله، سيوها هاد الوصفه راهي على ضمانتي. وهذو هما الوصفات اللي على بالنا ما نحبوش حلويات اللي يكونوا مكلفين. حلويات هكذا بسيطه ويشهيو. بعد ما خلطت الزبده والسكر مليح ورشه تاع ملح، حطيت معاهم حبه تاع بيض. بعدها نحط نص كاس تاع زيت ونخلط مليح. هاد الكميه اللي راكم تشوفوا فيها انا خرجت لي 30 حبه. راح نخلي لكم مكونات اللي يخرجوا لكم 60 حبه في صندوق الوصف. تضغطوا على العنوان تاع الفيديو راح يخرجوا لكم. بعد ما يتخلطوا معنا الخليط مليح مليح ولا المكونات مليح مليح، راح نزيدوا نحطوا حوالي 4 مغارف كبار تاع كاوكاو يكون محمص مليح مليح ومرحي رقيق. هنا الريحه راهي بدات تطلع، ريحه تشهي. زدت معاها 4 مغارف تاع نشا. بهذه الطريقه ونزيد نخلط مليح. وخلاص دوكا راح نبدا نخدم بيدي. راح نحط كيس تاع خميره كيميائيه، تقدروا تحطوا مع الاول شويه تاع فارينه باش تلحقوا هذيك الخميره. الوزن تاعها 10 غرام، ونكملوا نلموا في هذا الخليط بالفارينه تاعي تدريجيا حتى تشكلي عجينه. هنا ديما نقول لكم كي تحطوا الفارينه حطوا غير بشويه باش ما تفسدوش العجينه تاعكم. تخافوا تحطوا على مره واحده تجيكم العجينه تاعكم يابسه وتتشقق. لازم تبقاو تزيدوا غير بشويه وتخلطوا حتى تحصلوا على هاد العجينه اللي اكيد تكون عجينه طريه وما تلصقش في اليد، ومام طون ما تكونش طريه بزاف بزاف، قادره تجيكم طريه وما تلصقش، وهي كي تشكلوا بهذه الطريقه الحبه تاعكم تنزل ولا تهبط. المهم سيو تاستيو هكذا، ديروا امبول صغيره، واذا حافظت على الشكل تاعها حبيقوا العجينه تاعكم راهي مليحه. نروحوا هنا نوزنوا حبات الوزن من 26 حتى ل 27 غرام، وتشكلوها بيديكم بهذه الطريقه. شوفوا سهله، لا تحتاجوا لا طابع لا مول، تتحصلوا على شكل بسيط بهذه الطريقه. هذا هو الشكل. طول تاعو قيس ربع صباوع. انا صباوعي صباوع يديا شويه صغار. المهم الحبه ما تكونش كبيره بزاف. هذه هي، ديروا الوزن 26 ولا 27 غرام، راح يخرجوا لكم حوالي 30 حبه. شوفوا مام التشكيل تاعها، يعني في ساعه نخرج الحبات، ساهل وما يديش معايا بزاف وقت. خلاص انا هنا قلت لكم راني درت 26 غرام في الحبه. جات الحبه مليحه، ماهيش كبيره بزاف وماهيش صغيره. بهذه الطريقه حتى نكمل كامل العجينه تاعي. هاو البلاطو تاعي كيما راكم تشوفوا. بعد ما كملت شكلت كامل الحبات، تقدروا تحسبوهم باينين بلي 30 بياس. تسخنوا الفوخ تاعكم على 180 درجه، تحطوهم تحميره خفيفه من التحت تحميره خفيفه من الفوق وتخرجوهم. واذا تشققوا لكم الحبات ما تخافوش، سي نورمال، فيهم شويه تاع خميره، لازم يتشققوا. والحلوه تاعي خفيفه بزاف ثاني عليها تشققوا. بعدها جبت صوص كابخيس سخنتها شويه، هذيك اللي تباع واجده في المحلات. خيروا اي ذوق تحبوه، كاين تاع شوكولا وكاين اللي تجي سامبل كابخيس اللي نعرفوها. الحلوه تاعي بعد ما تبرد مليح
قلت لكم نسخن شويه تاع كابريس ونخدمها غير بلا كويير كيما راكم تشوفوا، وبعدها نرش عليها شويه تاع كاوكاو اللي كنت حمصته مليح ورحيته متوسط. انا الكاوكاو تاعي راني صفيته من لا بودغ هذيك تاعو باش الحبات يجيوني بيان فيني، تجي الحبه متحوفه ومليحه. نخدمها بهذه الطريقه، نحطو غير شويه تاع صوص كابريس من الفوق. واذا حبيتوا تحصلوا على هذا اللون انا زدت لها شويه تاع شوكولا، تقدروا تستغناو عليها عادي. انا برك حبيت هاد لا كولور في صوص كابريس تاعي، ما حبيتهاش تكون كلير، حبيتها تكون شويه فونسي، عليها زدت لها حوالي نص مغرف صغيره تاع شوكولا. بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات تاعي، وخليكم معايا تشوفوا الشكل النهائي اللي بجا بزاف بزاف هايل. واكيد راح نقسم معكم حبه. الحبه هنا شوفوا راني نهز فيهم غير بشويه، الحبه مسيها تذوب، تالمون الحلوه جات خفيفه وبزاف هايله ما شاء الله. ما تنساوش كيما حنا نتعبوا نقدموا لكم هذا النوع من الوصفات اللي ان شاء الله تستفادوا منهم. ما تبخلوش علينا بالبارطاج لهاد الوصفات، بارطاجيوهم مع كامل الناس اللي تعرفوهم باش كامل يستفادوا. ما تبخلوش علينا تاني بلايك لا فيديو ورايكم في لي كومونتير، ونقول لكم خليكم معايا نهايه الفيديو راح نقسم لكم حبه باش تشوفوا مصداقيه الوصفه، وصفه بزاف بزاف هايله. اكيد راح تسقسيوني ثاني واذا هذا الكابريس راح يجمد، اكيد راح ينشف عادي ما تخافوش، خليوه ليله كامله على برا، يعني بلا ما تخبيوهم راح ينشف وما يبقاش الحبات يتلاصقوا في بعضهم. نقول لكم وصلت لنهايه الفيديو، نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.